السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا معاكم اكلات سوسو الاسكندراني. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. النهاردة احنا معانا فرخة، يعني معانا حاجة كبيرة قوي قوي زي ما بيقولوا. طبعا هنعمل ايه بالفرخة دي يا سوسو؟ احنا طبعا بنشتكي وبنعاني من الاسعار اللي احنا بنسمعها عن اسعار الفراخ الجامدة دي. فطبعا احنا بقى واجب علينا ان احنا نمشي في نظام التوفير. معانا فرخة، يعني الفرخة دي هناكلها مثلا في وجبة واحدة؟ لا، ان شاء الله هناكلها في وجبتين، على يومين اتنين، بطريقة جميلة قوي قوي قوي، بطريقة موفرة ومشبعة. تعالي بدل ما نقعد نتكلم، تعالي اقولك هنعمل ايه في الفرخة دي وهناكلها ازاي. بصوا، كوكو. احنا هنقسم الفرخة دي على اتنين، نام. يعني هنعمل بيها وجبتين. اللي هما ايه يا سوسو؟ انا هقولك. هنقوله بسم الله الاول، نقوله بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل حاجة جميلة قوي واحنا بنتكلم كده مع بعض. هقولك هناخد الصدر بتاع الفرخة ده، نعمله بانيه، احلى بانيه. يعني هنعمل بانيه وهناكل كمان فراخ. يعني هنعمل بانيه مثلا ناكله مع مكرونة، ناكله جنب اي حاجة. رمضان داخل علينا وبندور على وجبات كتير، فان شاء الله ان شاء الله هنعمل احلى بانيه. بصوا بقى، احنا طبعا انتوا شايفين الطريقه اللي انا بقطع بيها. بصوا طلعنا الصدر بتاعنا ازاي بمنتهى السهوله. هنطلع من ده بانيه وناخد اخوه تاني نطلع منه بردك بانيه. هتبصي تلاقي بقى معانا الفرخه بتاعتنا زي ما هي. في ناس كتير قوي ما بتحبش الصدور، احنا طبعا بنعاني من المشكله دي مع الولاد كلها. هنعمل ايه بقى؟ هناخد الصدور دي نعملها بانيه. بصوا حبايبي، الفرخه معايا زي ما هي اهي. هنقوله بسم الله. بصوا هسهلها عليكم، همسك الورك بتاعي من هنا اهو. بس لو بنوته صغننه لسه او عروسه صغيره تاخد بالها وهي بتقطع، لازم السكينه بتاعتك تكون حاميه. بصوا انا بقطع ازاي، منتهى السهوله. شايفين؟ بصي كوكو. بصي كوكو. كوكو حبيب توتو. كوكو زوتو. تحب الكوكو؟ ايه. تحب الكوكو. جيمينا ادي قطعه، دي مثلا لروسه. ودي قطعه تانية. وخلي بالك احنا ممكن نقطع دي على اتنين زي ما انت عايزه، على حسب الافراد اللي عندك. انا بقى هسيب مثلا دي زي ما هي كده، ودي كده معايا قطعتين، ممكن يتقطع على اتنين. بصي، ممكن نقطعها كده على اتنين، هتبقى هنا في قطعة لحم وهنا برضو في قطعة لحم. تمام. ناخد الجزء التاني. حاضر يا حبيبي. كولا. هتاكلها بس لسه هنحمرها. حمامية. حمونيها. ادي الدبوس التاني اهو، وادي بقية الورك بتاعي. بسم الله ما شاء الله. بصوا كده معايا 4 قطع، ومعانا كمان الكبدة والقنصة والقلب بتاعنا اهو. هنعمل ايه بقى في دي يا سوسو؟ انا هقولك. بيحب يمصمص. ادي الرقبة بتاعتنا اهي زي ما هي، قطعة من ضمن القطع كمان. بصوا دي قطعة ولا مش قطعة؟ ادي قطعة كمان اهي، ودي كمان قطعة وفيها لحم مطرح ما قطعنا البانيه.
ادي احنا عملنا ببقيه الفرخه كام قطعه؟ 1 2 3 4 5 6، ونعتبر دي بالكبده والانثى 7 قطع. دايما الام هي اللي بتاكل الحاجات دي كلها. تمام. بصوا بقى، دي وجبه يا نسلقها يا نحمرها يا نعملها كنتاكي يا نعملها في صينيه بطاطس، بصوا يا نعملها مشويه في الفرن، ليها كذا حاجه. ادي دي حاجه. تعالوا بقى اما نشوف البانيه بتاعي. ممكن نعمل الصدرين دول كفته وهنفرم فيها الجلد بتاعنا بالبصله بالبقسماط بحته بطاطسايه، تطلع معانا احلى كفته. تمام. بس انا هعملها بقى المره دي بانيه. شوفوا الصدر ده هنقطعه ازاي. بسم الله. طبعا الرخامه بتاعتك نضيفه، عايزه تحطي البلانشه زي ما انت عايزه، بس انا متاكده ان رخامتي نضيفه. هقول بسم الله. خلي بالك من ايديكي. ادي اول قطعه بانيه. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ ولا تخينه قوي ولا رقيقه قوي. لما بتبقى رقيقه جدا بتبقى طبعا بتنشف لما بنحط الطبقه عليها. تيجي بتقطمي لحم معاكي. شايفين المنظر؟ ادي اول قطعه. بتاعتك يا روزا. هقطع اهو. ادي القطعه التانيه. بصوا في جمال كده. ادي القطعه التانيه. طبعا دي بقى ايه، بس كده معانا. دي الحته اللي بتبقى الناعمه كده، اللي عارفين اللي دايما نقول عليها موزه وناخدها للاطفال نفصصها لهم. دي الحته دي اللي بتبقى ناعمه في ظهر السكينه كده. قطعتي عشان لو كانت ايه تخينه شويه. بس يا روز ادي الحته التانيه. ادي كده 3 قطع. بس يا روزا بصوا بقى الحته التخينه بتاعتنا دي هنفردها ازاي. بس يا روزا بصوا. بصوا طلعت معانا حته بانيه تانيه ازاي، وكمان ايه مش رقيقه ولا حاجه، لا ما شاء الله. كده طلع معانا 3 حتت. زي ما عملنا الصدر ده هنعمل الصدر ده كمان. بصوا حبايبي، ادينا خلصنا الفرخه. بسم الله ما شاء الله طلعت معانا ازاي. بصوا طلع معانا 8 قطع بانيه. 2 4 6 8. شايفين المنظر؟ طبعا لما نقلي ال8 قطع بانيه دول جنب طبق مكرونه، جنب طبق سلطه، جنب بطاطس شيبسي، بطاطس محمره، كده عملنا وجبه. الوجبه التانيه بتاعتنا بقيه الفرخه ما شاء الله زي ما هي، ولا كاننا اصلا بان ان احنا اخدنا منها اي حاجه. يعني احنا طلعنا وجبتين من فرخه. تمام. ولو احنا عندنا العدد كبير هنعمل البانيه والمكرونه، وبرضك هنعمل نوع تاني نشوي الفراخ دي جنب المكرونه، يعني هنصنف منها. وممكن بدل البانيه ممكن نسيب 4 قطع بانيه وناخد القطعتين التانيين على حتتين الجلد، على البطاطسايه، على البصلايه، على الملح وفلفل، ونعمل كمان كام صباع كفته. يبقى عملنا كفته فراخ، عملنا بانيه، عملنا قطع الفراخ دي سواء سلقناها وحمرناها، سواء شويناها، سواء عملناها في الفرن بصينيه بطاطس ورز معمر، اي حاجه. بس انا حبيت اقول لك ست البيت في ايديها انها تقدر تعمل اي حاجه. تقدري توفري، تقدري تعملي الفرخه دي ممكن تقضي بيها الاسبوع كله، يعني هتقدري تعملي. ربنا يقويكم ويعينكم ويقوينا ويعيننا معاكم. واقدر اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نتقابل في رمضان في وصفات كتيره وحلوه وجميله. وكل سنه وانتم طيبين. واقدر اقول لكم باي باي.